تدفئة شتاء المقدمة من الشعب الكويتي بإشراف الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي. هذه الحملة المقدمة من الشعب الكويتي إلى أهالي مدينة أنخل في الداخل. نسأل الله أن يبارك لكل من ساهم في هذا العمل وقدم في هذا العمل، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير. أخوي شو بتحب تقول للي قدم لك هاي العمل والمساعدة؟ نحن في برد شديد قارس جدا، درجات حرارة تحت الصفر بأكثر من 10 درجات 15 درجة، وما في أي شيء ينقذ نهائيا. ونشكر الشكر الكامل للشعب الكويتي الشقيق وأخونا جابر الصباح رحمه الله ورحمنا الله عليكم وجاهنا الله انكم تحنوا على الشعب السوري، لان الشعب السوري بحاجه ماسه جدا 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 لاغاثه. يا شيخ، يا خليج، يا سعوديه، يا كويت، يا امارات، نرجوكم، احنا وضعنا سيء جدا للغايه، وضعنا سيء جدا للغايه. لتر البنزين 800 ليره، كيلو الطحين ب 150 ليره، ليش يشبهوا بالعقل نهائيا؟ الله اكبر. كيلو الشعير قاعدين نجيبوا 90 ليره، ما في اي شيء نجيبه ولا اي شيء على حيواناتنا، لا إنا وفوق الحكي هذا كله براميل زد. وين نروح عيش؟ وين نروح عيش؟ والله العظيم انه قاعدين نلملم نايل من الطريق وحتى نحرقنا حتى نتدفى. نشكر الشعب الكويتي شكر جديد ونكتب نشكر محمد ضاوي العصيمي بالاخص والشيخ الدكتور. نشكر ونرجو منه الاغاثه والاعانه للشعب السوري الشقيق. ارجوكم يا اخواننا، احنا ماسي حاجه لكم. نشكركم جميعا، نشكر من كان يوقف لجانب الشعب السوري، نشكر من وقف الى جانب الشعب السوري،